شو قصة الغرفة 39؟ بقول لك اجى زلمه لصاحب فندق وسأله هل الغرفة 39 فاضية؟ فقال له نعم فاضية. حكى له طيب ممكن احجزها ليلة واحدة فقط لانه انا مش محتاجها اكتر من ليلة. فصاحب الفندق قال له تمام ما في عنا اي مشكلة، وبالفعل حجز الغرفة. بس ولكن قبل ما يطلع على الغرفة طلب من صاحب الغرفة طلب غريب، طلب منه خيط حرير ابيض طوله 32 سنتي بالضبط، وبرتقالة واحدة ووزنها 72 غرام، وسكين. ليش؟ راح نعرف ليش. طبعا صاحب الفندق اتعجب من الطلبات الغريبة هاي، لكن جاب له اياها. بجيب لك اياها ما في عندي اي مشكلة. فهنا الزلمة المستأجر اخذ الاغراض وما طلب لا اكل ولا شرب ولا اي اشي، فقط الاغراض اللي طلبها وطلع للغرفة. لكن لسوء الحظ صاحب الفندق غرفته الشخصية جنبها 39 بالضبط. بعد منتصف الليل صاحب الفندق بلش يسمع أصوات غريبة، يعني بدك تحكي الأصوات زي حيوانات مفترسة، صوت تكسير، صوت تخبيط. فهنا الزلمة خف عقله حرفيا. فهنا صاحب الفندق من الأصوات اللي سمعها حس أو أجاه شعور إنه الغرفة قلبت رماد، يعني اتكسرت. الصبح قبل ما يغادر المستأجر طلب منه صاحب الفندق إنه يعاين الغرفة، بده يشوف شو صار فيها. وبالفعل طلع صاحب الفندق على الغرفة عشان يعاينها. بالفعل ولا في أي إشي جوا الغرفة، كل إشي زي ما هو، خيط الحرير زي ما هو، والبرتقالة زي ما هي، والسكينة محطوطة محلها، والغرفة 100%. وهنا الزبون دفع أجار الليلة بأجار مضاعف وأعطاه بخشيش، زبطه يعني. وغاب هذا الزبون لمدة سنة بالضبط، وبعد سنة بالضبط رجع للفندق نفسه. فهنا أول ما شافوا صاحب الفندق اتذكروا واتذكر اللي صار معه السنة اللي مرقت. وهنا تكررت نفس الحادثة، طلب سكين سوداء وخيط حرير وحبة برتقال. فهنا صاحب الفندق قرر انه يراقب هذا الزلمة ويعرف كل اشي قاعد بيصير بالغرفة اللي رقمها 39. بالفعل صاحب الفندق ضل صاحي طول الليل ليعرف كل اشي قاعد بيصير بالغرفة، لكن هاي المرة كانت الأصوات مبهمة، يعني غير مفهومة أبدا، زي ما بدك تحكي طلاسم. وزي ما صار السنة اللي مرقت الزبون دفع الأجار مضاعف. وهنا ضل صاحب الفندق يتساءل بينه وبين حاله عن هاي الأصوات اللي كانت تطلع من الغرفة 39، وليش اختار الغرفة بالتحديد اللي رقمها 39، وشو قصة خيط الحرير، وليش السكينة، وليش البرتقالة لا وزنها 72 غرام. جد موضوع بخيل. ضل صاحب الفندق يترقب طول السنة أيام شهر مارس، وبالفعل بأول يوم من شهر مارس من السنة الثالثة رجع الزلمة على الفندق. فراح عن صاحب الفندق وطلب نفس الأشياء اللي طلبها بالسنتين اللي مرقت، ونفس الاشي بالليل الأصوات. والصبح قبل ما يرحل الزبون وقفوا صاحب الفندق وحكى له ما راح تطلع من هين قبل ما أعرف السر. فهنا الزبون اطلع فيه وحكى له توعدني إذا حكيت لك السر ما تخبر أي حدا؟ قال له طبعا ما راح أخبر أي حدا، بس أنا واحد من الناس فضولي ذبحني وبدي أعرف شو اللي بيصير. فهنا رد عليه قال له بتحلف؟ قال له والله بحلف. والله وبالفعل يا حبايب صاحب الفندق طلع ابن حلال وما جاب سيرة لأي حدا ولا حتى إلي، والله إنه قسما بالله ما بعرف شو القصة، مش راضي يحكي. هسا انا ما بعرفش اللي كان يصير بالغرفه. هسا هو لو حكى لي كان بحكي لكم، بس ما حكاليش. المسبات ممنوعه، الله يسعد قلبك الا المسبات.